كتحس ان الوقت كيمشي وانت ما كدير والو، غير نهارات كيتعاودوا وصافي. كل مره كتوعد راسك انك غادي تبدل هاد الحاله، ولكن ما كتقدرش، بحال محبوس وسط شي بيت وما قادرش تخرج منه. كتبقى غير تاجل، فوق ما تجيك شي فكره كتقول غدا غادي نبدا، كتبقى هكا ضايع. في هاد الفيديو جبت لك الحل، واحد السر صغير ولكن قوي بزاف، وغادي يعاونك باش تقدر تضاعف الانتاجيه ديالك. هاد السر ملي غادي تجربه ما غاديش تبقى عارف راسك، حيت كيوليو يبانوا لك النتائج بسرعه، وغادي تولي عارف تسيطر على نهارك وتنتج اكثر بلا ما تعطي بزاف ديال المجهود. داكشي علاش غادي نقول لك كمل الفيديو حتى الاخر، حيت الا عرفتي هاد السر غادي يبدل الطريقه باش كدوز الايام ديالك، وغادي يعاونك في اي مجال في حياتك، سواء قرايه ولا خدمه ولا رياضه. المهم غادي يزيد بك للقدام وغادي يخليك تحس بالفرق في حياتك. كلنا كنبداو نهارنا بنفس الحاله، كنفيقوا وكنحسوا ان الوقت كيمشي بدون فائده. عندنا بزاف ديال المهام وكل مهمه كتبان ضروريه، وهنا كتحس بواحد الحيره وكتلقى راسك كدور ما بين المهام الصغيره بلا تركيز، غير باش تسمى راك كدير شي حاجه. وكتحاول تهضر مع راسك، كتقول غدا غادي نبدا الخدمه الصحيحه وما غنبقاش نضيع وقتي في شي حوايج اللي ما غادي يفيدوني بوالو. وغالبا ملي كيجي غدا كتعاود نفس المشكل وكتبقى هكا ديما. وهنا فين غيجي الدور ديال السر ديالنا، واخا هو كيبان بسيط ولكن راه فاعل بزاف، واللي هو حدد اهم مهمه وحده في النهار وركز عليها هي اول حاجه. الناس اللي كيطبقوا هذا السر كيبان لهم الفرق بسرعه. اجي دابا نشوفوا كيفاش خاصنا نطبقوا هذا. دابا انت عندك واحد الحاجه الا درتيها غادي تحس ان نهارك داز مزيان، بحال مثلا رياضه او لا قريتي شي حاجه اللي خاصك تقراها. وإلا ما درتيش هاد الحاجه كتحس ان النهار ديالك داز خاوي وما درتي فيه حتى شي حاجه. يعني باش تحدد هاد المهمه خاصك تسول راسك شنو الحاجه اللي الا درتها اليوم غادي نحس بنهاري داز مزيان. هاد السؤال كيعطيك وضوح وكتعرف راسك شنو خاصك دير باش ما تبقاش تالف ما بين المهام الصغار واللي ما غادي ينفعوك في والو. بحال مثلا الا درتي بروغرام وقلتي اليوم غادي نقرا الامتحان اللي عندي وغادي ندير دوش بالماء بارد وغنخرج نشم شويه د الهواء وغادي ندير الرياضه مثلا، هنا عقلك تلقائيا غادي يتهرب من القرايه والرياضه وغادي يديك للمهام الساهلين. داكشي علاش خاصك في الاول تنجز المهام اللي ضروري خاصك ديرو، ومن بعد دير المهام الثانويه ديالك. ومن الاحسن تبدا بالمهام الضروريه في الصباح، حيت الطاقه ديالك في الصباح كتكون عاليه والنهار كامل كيولي ساهل. وواحد الخطا اللي كلشي تيديرو واللي هو كتبغي دير كلشي في دقه واحده، وهادشي اللي كيخليك تحس بالعيا بلا حتى شي نتائج. بحال مثلا عندك 5 ديال المهام في النهار، خاص كل وحده تعطيها وقتها وتبدا بالمهام المهمه الاقل اهميه باش تخرج بشي نتيجه. وهادشي اللي كنقول لك راه اكثر الناس الناجحين في حياتهم كانوا كيطبقوا هاد السر، بحال ستيف جويس اللي كان في الصباح كيحدد 2 ديال المهام ضروريين، وإيلون ماسك اللي كيحدد المهام الاساسيه قبل كلشي. وهاد الطريقه انا شخصيا جربتها وحسيت بواحد الفرق كبير. ملي فقت حددت 3 ديال المهام ضروريين وبديت بيهم، في الاخر ديال النهار سريت داكشي المهم اللي خاصو يدار، وكتلقى راسك دوزتي نهار كيف ما خاصو يدوز وكتكون مفتخر براسك. وحتى دوك المهام الصغار كيوليو ساهلين. والنصيحه ديالي هي انه قبل ما يبدا النهار دير واحد القائمه د المهام ودير فيها غير المهام المهمه، وخذ وحده ولا 2 منهم وبدا بهم نهارك. وملي دير هاد الشيء خذ ديك المهمه الضروريه اللي خاصك ديرها وقسمها حتى هي المهام الصغار، هكا غتكون سهلتي على راسك وغادي تبان لك هذيك المهمه حتى هي سهله وحتى هي تقدر تكملها. وحاول تنظم وقتك وخدم بتقنيات اللي غادي يعاونوك، بحال تقنيه البومودورو. واللي ما عرفش هاد التقنيه راه هي كدير 25 دقيقه د الخدمه و5 دقائق راحه، وملي كتعاود هاد العمليه 4 المرات كدير 15 دقيقه ديال الراحه. وراه كاين تطبيقات اللي فيهم هاد الخاصيه واللي غادي يعاونوك باش تنظم وقتك، وغنحط لك واحد 2 في الشاشه دابا ها هما. ومن الاحسن تكون عندك واحد المذكره
تقيد فيها الانجازات ديالك، حيت غادي تعاونك بزاف تعرف نقاط الضعف ديالك. بكل بساطه هاد السر ماشي شي حاجه معقده بزاف، ولكن قليل اللي كيطبقو، واي واحد كيطبقو كيحس بفرق كبير، حيت هو اللي كيخليك تحكم في نهارك وتخرج بشي نتيجه. وهاد السر غتقدر تطبقو في اي مجال وفي اي بلاصه، في الدار، في المدرسه، في الخدمه. خاص غير تحاول تفادى المشتتات وتنظم وقتك، وملي تسالي كافئ راسك. من اليوم جرب هاد السر وحاول تلتزم به. حاول تلتزم غير واحد الاسبوع ولا 2 الاسابيع وشوف كيفاش غتولي تتحكم في الوقت ديالك وماشي هو اللي غيتحكم فيك، حيت الحياه ديالك غادي تبقى هي الا بقيتي كتاجل. ولكن الا خدمتي بهذا السر وبديتي غير بمهمه وحده كل نهار غادي تشوف الفرق بعينك، حيت النجاح ماشي حظ، النجاح نتيجه ديال قرار انت خديتيه.